السلامة، مرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا الناس الكل لاباس يا ربي وفي صحة جيدة، وتكونوا إن شاء الله ملمومين في الخير، وإن شاء الله أيامكم الكلها اللي جاية خير بإذن الله. فيديو جديد، لقاء جديد بإذن الله تعالى، مش تكون فيه كلكو إكستريم الأيامات اللي غبت عليكم فيهم الحاجات، يعني عملتهم صورتهم واغتنمت الفرصة، قلت ما يلزمنيش نضيعها وصورت معاكم وكل شيء، حاجات عملتهم للدار في الدار يعني. كل كسوة معناها في الماكلة أكيد، معناها في الطبخ يعني وصفات عملتهم. و بويسك الستوكاج نتاع التليفون نتاعي تعب، قلت نهبطهم لكم هكا في الفيديو، وبإذن الله تعالى إن شاء الله يعجبكم وينال استحسانكم. ما تنسوش باش تشجعوني، كومنتير لايك واشتراك إذا كان ماكمش مشتركين في القناة. بكم القناة نتاعنا إن شاء الله تكبر، عمري لا نقول قناتي برك، لكن قناة للناس الكل معناها بإذن الله تعالى، إن شاء الله تحصل منها الفايدة وتعجبكم بإذن الله. لهنا صورت لكم لقطات من تنظيف نتاع الفريجيدير. هنا كملت، نحيت لي زيتاج الكل، نظفتها معناها تنظيفها من القلب للقلب. كيف ما قلت لكم ما نعتمدش حتى طريقه في التنظيف، يعني حتى وصفه نقصد، يعني جوست نعتمد بالبرودوي نتاع غسيل الماعون هو اللي ننظف بيه الفريجيدير نتاعي، والجافيل خط احمر عمري ننظف فيه الفريجيدير. حتى لو كانت بلاصه مستعصيه ساعات حاجه هكا ما فيقش بها تشد لي هكا غريس ولا اي حاجه في الفريجيدير، راني نوسع بالي بشوي بشوي وراني ننظفها. المهم الجافيل لا. وريتكم زاده بعض الاجواء، بعض مقتطفات من نهار العيد زاده. بقينا لبرا، تلمينا لبرا في الساحه، عملنا باربيكيو هكا شوي، ومن بعد تلهينا هكا في الشورى نتاعنا لداخل. بقيت التنظيفات والترتيبات وحتى التنظيمات نتاع اللحم في الفريكو. دخلنا توكلنا على ربي، وكيف ما تعرفوا الطقس سخون ماذا بيه الواحد معناه يكمل كل شيء على بكري. سني كنت كسولة شوي في العصبان نتاعي، مثلا مرفه نعملها من نصف النهار الاول. سني قلت لا الدنيا سخونه وغلبني الطقس وكل شيء، وانتم تعرفوا معناها في البلاصه حاشاكم تبدا فيها الحموره نتاع الدم وكل شيء ديما يكثر الذبان. دونك وليت نظفت معناها وكل شيء، نقصد يعني كالمسارن كل شيء معناها الاعضاء نتاع العلوش الكل اللي يستحق التنظيف واللي يستحق سمتان مثلا كنت على العصبان ونظفت وقطعت كل شيء وحطيتها يتسقطر معناها نقولوا نحنا، يعني يهبط منه كل ماء وكل شيء في الفريجيدير حطيته وخليته برد وكل شيء. ومن بعد في العشية توكلت على ربي بديت نفوح فيه. طريقة عادية جدا ما فيهاش حتى شيء حتى إضافة، نتصور الأغلب فينا نشتركوا فيها. هذا إذا كان ما هيش ثم حاجة زايدة ولا حاجة ناقصة. ومن المعروف زادة على العصبان راهو تونسي، باهي معناها يعني أكلة تونسية بامتياز، نحبها برشا، بالرغم اللي قلت لكم راني نحسها أكلة شتوية أكثر ما هي صيفية. معناها نعتمدوها في الكسكسي ولا ما نعرفش ساعات نعملها حتى في الرز المفور بالخضرة. كل واحد وكيفاش معناها الاستعمالات نتاعو، كل واحد طريقته. ساعات نسكرها بالكوردون، ساعات نعملها بالخيط كيف ما تشوفوني. حسيت روحي سنيب خلت شوي، حتى من الكعبات اللي عملتهم كبار ما شاء الله. كعبة بركة معناها نتاع نقولوا نحنا نتاع وجبة بالأربع أشخاص هكا عملتها، فهمتوا. بإذن الله تعالى خديت الخضرة متاعي قنيتها، يعني نظفتها وقصيتها وغسلتها وخليتها تسقطرت لي من الماء بالقدا بالقدا. ومن بعد قصيت شوية بصل، قشرت الثوم، عملت يعني هرست الثوم بالتبلو كروية، وحطيت الحمص وشوية تونة روز، وبكل المسارن والرواري والكبدة والكلاوي والقلب والحم قصيتهم جوكوب صغروني، وفوحت زيت شوية تونة طماطم، هريسة عربي، فلفل أحمر، فلفل أكحل، كركم وحمص كيف ما قلت لكم. هو ان شاء الله حاولت اني نبين لكم كل شيء في التصوير، وخلطتهم في بعضهم تخلف فيه. سامحوني، والنعناع نسيت واحد قلت لكم، عملت زاد النعناع. النعناع يفوح ما شاء الله ويعطي بنا في العصبان، وثم شكون يعمل فيه شوية تونة زهر مش برش، يعني هكا رشة نتاع زهر تدي يبدا مقطر سنة، يعني جديد وكل شيء الحق، يعني الامانه راني ما عملتش لكن شفت برشا يعملوا فيه. ان شاء الله باذن الله مره اخرى نجربها. ولهنا بالنسبة لثاني نهار تلمينا وكل شيء، قلت نعمل هكا كسكسي بالحمص والزبيب. ديما في العادة معناها في العيد راني نعمل كسكسي بالحمص والزبيب وقت نتلموا الكل. نعملها شنية، نعمل من الصبح بكري ولا من الليل، نشد اللحمات نتاعنا نفوحهم.
اللفاح نتاعهم بسيط عادي ما فيه حتى شيء، شوية طماطم شوية هريسة عربي شوية فلفل مكوش يعني القرون الأحمر يبدا شايح يعني قرن ولا اثنين، بصل، شوية حاشاكم ملح كركم فلفل أكحل طماطم حسب الحاجة زيت، نحركهم بالقدا بالقدا ونخليهم يتغطوا سواء من الليل ولا من الصبحية بكري، هكا كي يتغلغل اللفاح في اللحم ويجينا بنة ولا أروع إن شاء الله. كيف ما نعرفوا معناها بنة اللحم الكسكسي سامحوني باللحم العلوش يعني يجيك كيكة عبارة نتاع عرسات كي تشرب الكسكسي نتاع سامحوني اللحم نتاع اللفاح يجي ما شاء الله يجي فاوح بإذن الله. هذه طريقتي والحمد لله يجيني ديما حاجة باهية. لهنا بديت نعبي في العصبان نتاعي كيف ما قلت لكم راني عملت كعبات كبار هكايا. والله مش بخل لكن معناها يعني باش ناخذ الوقت ونقص ونخيط لا لا قلت السنة ان شاء الله نعمل شويه مش لازم برشا مانيش يعني كل حابه نعمل يعني برشا ولا يعني حاجتي بيه قلت لكم راني نحسها اكله شتويه اكثر ما هي صيفيه ما نميلش اصلا ماذا بيا معناها العجينه واحد يبعد عليها من اصلها فهمتوني. وكيف ما تعرفوا معناها حتى باش نحطها في الثلاجه ماهوش باش يبقى لي برشا ماذا بيه واحد على المدى القصير يستعمل معناها طيبه وما يخليهوش في الفريجيدير. كيف ما قلت لكم ريتو الكعبة هذه نتاع 4 أشخاص بالراحة معناها 4 أشخاص بإذن الله يعني واحد يطيب وجبة يعني مرة يحط هذه برك جست شنية بشوي وقت اللي نبدو نطيب وما نخلوش القاعة معناها ما نخلوش كعبة العصبان تبقى في بلاصة واحدة مش متلصقش لنا وتتحل جست نقلبوها هكا كل مرة نتفقدوه ونقلبوها بشوي وهذه هي بالنسبه للعصبان وتوا كي تعديت عملت التفويره الاولى نتاع الكسكسي كيف ما قلت لكم راني ناخذ الكسكسي شمسي راهو الكسكسي ماهوش مفور نبث هكا بشويه زيت نحط فيه كعبه عود كعبه الفل اكحل نحطها يفور التفويره الاولى من بعد ما يفور التفويره الاولى نحط التفويره الثانيه قبل ما نحط التفويره الثانيه نحط شويه ماء يبدا هكا ماء للبرد اكثر من السخون يعني دافي نغم الكسكسي نتاعي بالماء ونغطيه نرمي قرنين فلفل في المقفول ونحطها يرجع التفويره الثانيه ومن بعد نحضروه ونسموه معناها بالسقا نتاعه ونبدو نحطو. هذه هي بالنسبه للكسكسي نتاعنا وزاد عملت طاجين ضياف بالنسبه لي ثاني نهار نحكي لكم عملت طاجين وعملت زاد معجون المشماش كيف ما تشوفوا خذا زوجي كونتيتي نتاع مشماش ولكن ما كانتش مطعمها باهي الحق يعني ميلا تحسوا يعني كل مش طيب يعني تحسوا مازال ما هوش بالقدا مش سامحوني مش طيب يعني ما هوش حلو ولا تشديت نحيت منه القلوب نتاعه الكل وحطيت معاه كميه نتاع السكر غسلته وقبل ما نحط السكر وبعد خديت كونتيتي نتاع ماء مثلا هذونا بريسك حكايه 2 كيلو عليه حطيت عليهم إترا ماء وحطيت عليهم رطيل سكر وطيبته بالقدا بالقدا كيف ما شفتوني نحيتك الرغوه نتاعه وبديت ومن بعد ما طابلي كل مره هكا نرفسه شوي بالمغرفه عاونته بالبراميكسور وخليته لاني نشح بالقدا بالقدا وجاني معجون مشماش باذن الله ان شاء الله اذا كان سهله القدره نحاول واذا كان سمحت الفرصه زاد نعمل منها يعني صبلي ولا كروكي ان شاء الله باذن الله. كنت قلت لكم اللي الكوشه نتاعي البلاره نتاعها تكسرت ومازلت ما وصلتنيش ان شاء الله عادت كومونتي بلاره اخرى مازلت ما وصلتنيش ما صبرتش الحق على الكيك خذيت فورمه كيف ما شفتوني طيبت فيها الطاجين خذيت فورمه صغرونه على الاليمينوكس وباذن الله ولات قلت نتوكل على ربي طيبت منها اول حاجه طيبت فيها سامحوني الطاجين وثاني مرة تويكا باش نطيب منها كيك ان شاء الله بحكم اني مشني اكلي ماخذه ايدي عليها وكل شيء بالرغم حاولت انها تكون نار ذنينه على الاخر لكن كي حسيت القاع نتاع الكيكه جتني هكا فيها بدت تكلي باش تتحرق لي وكل شيء ونسيت ما عملتش الفرينه معناها مش ناكل ايدي ماخذه عليها وعندي برشا ما طيبتش فيها لكن نعرف اللي الحاجه اللي تطيب فيها راهي تجي بنينه ما شاء الله خاصه الكيك نتفكر ما قبل طيبنا فيها ما شاء الله راهي تجي بنينه بنه ولا اروع ديجا لحد الان الكيكه اللي بكعبه الياغورت بنه ما شاء الله معناها نحبها برشا كي حسيت كالنوستالجي هكا وكل شيء حبيت نسترجع الجو هذيك قلت عليش لا خليني نتوكل على ربي ونعملها وفطرنا منها للصبحيه مكونات عاديه جدا ماهيش يعني ما فيهاش تعقيد ولا
طريقة معينة. جست كيف ما شفتوا خذيت البيض نتاعي يعني العظم وخذيت السكر كونتيتي تاع السكر خدمتهم بالكدا بالكدا. ما اعتمدتش على الفانيلي كمنكه كيف قلت لكم راني كيف ننكه بالياغورت ما نعملش فاني وتجيني ما شاء الله معنا حتى ريحة العظام ما تجينيش فيها جملة. وخذيت كعبة ياغورت ماهوش طبيعي خذيت من عليه والله نسيت يظهر لي فريز ونفس الكونتيتي تاع ياغورت قستها زيت نباتي بالطبع ما نميلش لزيت زيتون نحسها قوي عملت زيت نباتي وخلطتهم بالكدا بالكدا ومن بعد بالنسبة للفرينة وباكو واحد خميرة. وبالنسبة للفرينة خذيت على أساس حطيت المرة الأولى 5 مغارف من بعد زدت 3 يعني وصلت 8. تنجموا تلاحظوا معنا كل مرة قاعدة نزيد بالمغارفة باش نوصل الكونتيتي بريسك ما فتش 10 مغارف يعني فرينة ومش كل مغرفة يعني ديجا ماهيش مغرفة كبيرة ياسر يعني اش ما جاي شوية تونة وكهو متوسطة باهي. وهذه هي وخلطتها وكل شيء وحطيت دهنت المولة متاعي باش نطيب فيها الكيكة بالزيت بركة نسيت اني نعمل الفرينة. الفرينة ما تخليهش لك تلصق وكل شيء ولكن قلت لو كان عملت يكون نصور فرينة راي معناها ما حمرت ليش برشا من اللوطة ديجا قريب تتحرق لي معناها فهمتوا. الحمد لله هاي ميستاهلش هذه اول مرة المرة الجاية ان شاء الله نزيدو نعملو الكيك باذن الله وتنجح لنا الوصفة 100% باذن الله. وهذه هي بالنسبه للكيكه نتاعنا راهي بسيطه عاديه كيف ما قلت لكم دهنت الموله نتاعي الفورمه بالزيت وحطيت فيها الميلانج نتاعي ما خدتليش وقت برشا بالرغم حتى الغاز يعني على الاخر يعني نقص وثمك القطعه هكا تجي حديد نحطوها في الغاز ما تجيش كونتاكت الفورمه نتاعنا او كونتاكت مع الغاز طول لا ثم الفول الوحده هكا تبدا حديد ومدوره ونحطها على الغاز. حطيت الفرن وخليت الطيب الكيكه نتاعنا في عقلها وعملنا قهوه وفطرنا فطير الصباح والحمد لله يا ربي. وديجا حتى اللي فطروا بحذا يقولوا لي كيفاش معناها ما هو الكوشه وكل شيء قلت لهم معايا فور عملت على الفورمه. ومره زاد لو كنت تفكروا شاركتكم زاد الكب كيك على الكسكاس ان شاء الله باذن الله جوست قعدت لي نتاع المقله بما انها جتني الفورمه ان شاء الله ما نعرفش والله الايام الجايه ما نعرفش يعني نجربها مره ولا لا. ثم زاد الكيك بالفل مقله تجي هكا خفيفه وهشيشه وما تجيش متينه وتحب زاد نار زنينه وكل شيء باذن الله حق ما تجربتهاش اما ما نعرفش على الايام اللي جايه ان شاء الله يا ربي حاني تسمح الفرصه ونزيد نشارككم برشا وصفات كيف ما نعرفوا الصيف يحب حاجات هكا تبدا بارده ونعوشه والقعدات نتاع العشيه وكل شيء ماذا بيا نطيب الحق. عندي في الصيف مرفا نعمل زاد الكروكي مع السيترونات يجيب لنا ولا اروع ديجا ما كنت منحبه ديما نرجع الفيديوهات اللي شاركتها معاكم عملت الكروكي بنا ولا اروع بالمعجون وزاد السامبل العادي وثم موجود زاد بالكاكاو ثنا بنين ما شاء الله وثم اللي يبدا مربري وثم تيغري معناها يعني هكا يبدا نقولوا نحنا كنمري برشا فيكم اكيد راهو يعرفوه ولا فهموني ان شاء الله باذن الله الفرصه الجايه تسمح ونشارككم ان شاء الله كيف ما قلت لكم على خاطر الاجواء تاع العشيه تتطلب حاجات الحق حاجات كيف هكايا وكل شيء بالرغم راه واحد يحاول باش يبعد على الحلويات والحلو والحكايات هذيك الكل ان شاء الله الله المستعان عليش لا ان شاء الله في المستقبل واحد هكا ينجم ينظم شوي باذن الله يا ربي. وبعد ان شاء الله بعد الكيكه باش نتعدوا باذن الله للتنظيفات. قبل التنظيفات راني قاعدة نعمل لكم في المونتاج ونسجل في الصوت ومانيش نخرج للصورة كل مرة هكا نسترق النظر شوي باش ما يفوتنيش فهمتوني التعليق تهزني كل حديث وكل شيء نولي ننسى روحي تويكا خزرت نلقى روحي نعمل في الزيت في الفورمة هذه هي الفورمة وقت اللي خديتها لقيت أليمنيوم وخديت الأليمينوكس موجود الأليمينوكس تحسه أثقل شوي مش خفيف لكن الأليمنيوم تحسه خفيفة على الآخر وليت خيرت إني ناخذ هذه والحق ما شاء الله ما تلصقليش جملة حتى الكيكه كي حسيتها قلت لكم بدت هكا اللون تاعها يغمق شوي راني في الغسيل ما تعبنيش جمله معناها بتاتا ما تلصقليش حتى حاجه ما شاء الله نحسها من القطع اللي لازم تكون عندنا حتى لو كان ثم فور وما نستحقش لها وعندي ديمول وكل شيء نحسها من القطع اللي بالحق يعني تبدا ضروري انها تكون عندنا في الكوجينه على خاطر الشكل هذا نتاع الفورمه في اللي جاتو كل شيء يفكرنا برشا حاجات
وقت اللي أماتنا كانوا يطيبولنا في الكيك، ونحنا ديما تلقينا نميلوا لها الحاجات هذيا يعني. ديجا كنت شاركتكم لي مول اللي عندي والكوليكسيون اللي عملتها من لي مول، ما شاء الله عندي هما برشا برشا اشكال، وكل ما نلقى فرصه تسمح لي راني ناخذ. حتى لو كانت عندي ساعات اشكال تبدا هي نتاع كونتيتي صغرونه، نولي كي نلقاها مره اخرى في شكل اكبر ناخذ اكبر معناها، فهمتوا؟ باش نبقاش معناها نعاود في عوض في الاسبوع نعمل مرتين ولا تبدا عندي، فهمتوا؟ هذه هي الكيكه تاعنا كيف ما قلت لكم تطيب وكل شيء. وكملنا الحق لهنا ديجا حاطه بجنبها الحليب نتاعي قاعد يسخن. عادك الحليب شوية آخر ما عادش باش نشربوه دافي، بالرغم راني نحاول هكا حتى ملذ شوية، لكن نحس روحي ما نستغنيش عليها القهوة الحق نتاع ربي. ثم شكون يعمل ايس كوفي معناها بالجلاسون والنسكافيه وكل شيء، لكن نحس والكراميل هذا، لكن نحس القهوة نتاع الصبحية الحق ان شاء الله ربي يقدرنا وكهو. هي صحيح الدنيا سخونة ونزيدو نشربوا قهوة سخونة ما شاء الله. تويك تعديت شني الروتين نتاع بيت القعاد كيف العادة، هكا استحقت تلمة وتنظيفة باهية باهية. نحيت المرقوم طلعتها لبرا نفتح من الغابرة وكل شيء وحطيته الهواء لبرا، وتويك رجعنا للطاولة باش ننظفها. جست قعدت هكا وقت ننظف، لقيت الشباك رجع عبارة عادي. ديجا وقتها شاركتكم الروتين نتاع التنظيف بعد الروتين هذاك نتاع الشباك يعني اللي فيتر وكل شيء. راهو بعد التنظيف هذيك زدت نظفتها مرة أخرى، غسلتهم عملت لهم تنظيفهم من القلب للقلب يعني. حتى بعيد عليا معناها الفوق وكل شيء عملتها نظفتها بالمصلحة هكا، عملت رغيت البرودوي وعملته بالمصلحة وشللتهم وكل شيء، رجعوا عبارة ما عملت حتى شيء سبحان الله. ان شاء الله المدة الجاية نزيد نعمل لها هكا غسلة باهية بالماء ونشللهم باذن الله ويطلعوا لي ما شاء الله، في انتظار انها تتحل ازمة الماء اللي هي ازمة ما شاء الله من العيد، من نهار العيد ونحنا في المشكل هذايا معناها. الماء قص علينا من نهار العيد بريسك مع نصف نهار. قعد المدة هذيك حكاية 3 أيام، تصوروا أنتم معناها تنظيف وتشليل وكل شيء معناها سبحان الله. معناها تصوروا الوضع بركة في مخيكم، راهو أكيد إن حاجة أزمة مشتركة في برشا بلايص ماهيش في بلايصتي بركة نسكن فيها. على خاطر قداش من مرة نحل قنوات نلقاهم معناها يحكوا على قصان الماء، راهو كي يقص الماء على الأقل نصف نهار، لكن نحنا معناها نوصلوا نبقوا ب3 أيام. وثم بلايص جيرنا في نفس المنطقة يعني ميم با ما بيناتنا 30 كيلومتر يبقى لهم بالجمعتين مساكن معنا، على خاطرهم هما يبدو معنا في مرتفع شوي، يقول لك الماء ما يخلطش لهم. معاناة الماء ما شاء الله كيف ما شفت السنة منسوب نتاع الماء ما شاء الله يعني المطر ما شاء الله. وسط العباد وقت قرب معناها موسم الحصاد نبقى نسمعهم كيفاش يقولوا يزيك هو يزي يا ربي الحمد لله نعمة، فهمتوا؟ الله غالب ما نجموش نقولوا حاجة من عند ربي نقولوا يزي عند ربي يا محلي وديما في حكمة. لكن المشكلة المياه هذه هي المشكلة اللي بالحق يعني ما عادش ما ثمش ما لها حل باين، فهمتوا؟ انسان كي يدرك حاجه معناها كيف من هكا يعني نشوف هي حاجه اوليه وتتفقد في الدار، الانسان اصلا حتى نسانين يبدا ماهوش مرتاح، تبدا تقضي على اعصابك. كنت باش نجيبوا به الماء وكل وقت باش نعبوا فيه الماء، هذاك الوقت نخدمها بصراحه في حاجه اخرى. هذه حاجه اعطيني يتوفر الماء ومش هو مشكل معناها، حتى كي توفر في حومه بركه معناها يعني سبله واحده وتاخذ منها الناس الكل وتروى من الناس كلها وباهي ما شاء الله يعني باللي خير. لكن تبقوا معناها يعني العباد هكاك معناها ناقصه ماء وما ماهوش متوفر، راهو في خاصه في المناطق الريفيه تبدا عندهم الحيوانات الاشجار شني ما بصراحه ما حاجه ما تقبلش بعضها وكهو. بقيت نحكي لكم على مشكله المياه على خاطر بصراحه يعني مأثره فينا على الاخر، وان شاء الله في المستقبل تتنحى المشكله هذه ويرجع لنا المياه كيف ما كان على الاقل. كحل نشوف فيه اذا كان باش يقص ينبهونا معناها قبل، والا يقص نصف نهار يرجع نص نهار هكا، ولا يقص في النهار ويرجع في الليل، على الاقل خير من نبقوا 3 ايام ولا حتى اكثر. حتى ثم مناطق قلت لكم والله ساعات ننسى روحي نبقى نخمم في المناطق هذيك بالحق اللي هو معناها كديستانس ما بيناتنا ماهوش ديستانس كبيره، لكن مساكن يوصل الماء ما يوصلش لهم. الله المستعان، ان شاء الله يا ربي يحني كيف ما قلت لكم يلقوا لنا حل المشكله هذه. كيف ما شفتوا الروتين تويكا قريب نكمل. خديت شقه مبلوله وبديت نمسح في الدار.
كنت باش نسيقها مام في العيد سيقتها ما يعني صبيت الماء ديجا شاركتكم الروتين ما نظيفة ما شاء الله معناها نهار بعد نهار هكا نعمل شقة مبلولة ما شاء الله يعني جست شنية اليوم قلت مادامني عملت تنظيفة للبيت خليني نكمل نعمل لها تنظيفة مرة واحدة ونمسح لها هكا الغبرة وكل شيء ونرتبها وننظمها ونرجعها كيف ما كانت وديما هكاك الحال ديما ننظفو نحلو الشباك تتهوى من بعد مع حكايتك هكا 8:30 9 نسكر الشباك نعمل هكا رشة في توكس هكا الذبان حشاكم وكل لا كان ثم حاجة شوائب ولا حاجة ومن بعد نهبط هكا نعمل الريدو ونسكر الشباك متاعي وتبقى لي باردة ما شاء الله فهمتوا تويك باش نرجع كيف ما شفتوا المرقوم تعرف المرقوم حليلته محليه بصراحه بقيت بركه دون ناخذ لها لي جوتي اللي يبدو معناها نفس اللون معناها يمشوا معاه فهمتوني هكا في البيج لكن حاجه بركه المرقوم انها ساعات يبعد من بلاصته مش كيف التابي سما دي التابي اللي تبدا من لوطه تبدا بلاستيك كيف كنت نفرش فيها ريتو تبقى لي وتشد لي من لوطه ما تتحركش لي المرقوم اقل حاجه يتحرك هذه هي المشكله الوحيده باش نشوف له حل شفت مرة هكا يبيعوا فك الحاجة هكا مدورة كيف القفلة وهي تبت بلاستيك تشد لك التابي ولا تشد لك أي حاجة في اللوطة ما تخليهاش تتحرك إن شاء الله باش نشوف عليها بإذن الله إذا كان لقيتها ما نعرفش تتحرك ريزيست على الماء ولا لا يعني حد تتبلل من بعد تتنحى ولا لا ما نعرفش إذا كان لقيت منهم تو ناخذ منهم ونشارككم بالطبيعة إذا كان شريت إن شاء الله تو باش نبدا في رحلة البحث عليهم بإذن الله هذاك هذه بالنسبه للتنظيفات اليوم ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك اذا كان ماكمش مشتركين كومنتير حتى ولو بنقطه ولايك وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وان شاء الله في ملتقى جديد عن قريب باذن الله تعالى وبسلامه.